انت من اول بتكذب خطبت على الامه هني زول سالك ما صوتوك وتخليك الباب بتاع التلفزيون الكلام ده بتكذب على جوا كمان، ده تكذب على الملائكه. فهمت؟ قال الملائكه جوا ولا انت عم طيب وعامل ايه موجوده لسه في الصفحه ذاتها الى ان يواصل ويقول ومن كلامه كلام الشيخ ما من روح يخرج من جسده إلا ويعرض علينا سواء كان شقيا أو سعيدا ثم يذهب به إلى ما شاء الله. قال أي مات ملك الموت بيجي بيجي كيف حالك أحمد طيب لا تنظر يا راجل جنة ولا لا ما هو إلا وعرض علينا شايفين له تنظر فراك شيء انت لو اديه كده ولا كده بعدك عليك ايه هو بيجي تابعه هنا وحسب كلامه ودوا الجنة تموت انت بتنكر ولا لا دولة طوال ما تقول كده ودوا جهنم البطل شنو البطل واحد انت كمان واحد مزاد انت حاضر على المزاد احمد الطيب ذاته لما قبضت روحه اعرضوا على المزاد فالكذب واضح والاستغفار في عقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم واضح في هذا القول، وأظن أنه ما يحتاج إلى أن نطيل عليه. بيتكلم في نفس الصفحة وبيقول طبعا قال أبوي الشيخ اللي هو قال أبوي الشيخ إن واجبات المريد في الصفحة رقم 3 اللي هو بيقول قال الشيخ والبدر قال هو الشيخ والبدر إن واجبات المريد على الشيخ ثلاثة عندي صفحة رقم 5 قال سيدي الشيخ العبيد والبدر إنما واجبات الشيخ على المريد 3. 1 أن يحضره عند قبض روحه 2 وأن يلقنه حجته اللي هو في قبره 3 وأن يقطعه الصراط. دي 3 واجبات. عشان كده كان الجماعة ده بيتكلموا على المشايخ. واحد تلقى يجيب له لوري بتاع سكر للشيخ بتاع طريق تذهب تقول ايه يقول لك بعدين ما بيصير معانا بعدين دي الساعة كم كده تخيل بعدين قبل الروح وهم الكلام ده ما دي عقيدة انت قالك هذه عقيدة. لما يجي ملك الموت عند الصوفية حسب هذه العقيدة انه يجي ينتزع الروح قال ده طوالي قصرين يعني يحضر عند قبض روحي لا بيحضر يتفرج على العلم دور ما بينزع الروح لتعرض في حديث البراء بن عازب فينتزع انتزاعا فالشيخ يكون بطبع كلمة عقل الراحة شوية ملك الموت الراحة ده تبعنا هو الروح ننتهى إلي خارج وهم هذا الكلام. بعدين قالوا أن نلقنه حجته بقبره بعد خلاص حلات من المشكلة بتاعت انتزاع الروح كمان جوا رجيك تاني ملك الموت ملكات قبر هي طوالي من هناك جلد ارتحي جا كيف أنا ما أعرف لكن يقول لك تسلم كده بس دي حاجات انت وبتعرف وكله كذب فيها. لما ينتهر الملكان كما جاء في الحديث فينتهرانه ما ربك ده سؤال اول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده ينتهرانه ما ربك اذا جاوبت بسرعه خلاص اذا تكلمت شويه ده ما قال ولو منكر رب الله عز وجل ده رب الله ما عنده جاهل جلال ما دينه إذا ردت خلاص إذا تخيلت شوية تخطط ولو كان نكير دين الإسلام كان معانا سلمان يقول ده معانا خدمة الطريق خدمنا لا دين الإسلام لا تقول وانت كده يا شيخ انا مفكر منه اديت الفرحة لما اخذت مني الفرحة مباشرة لا خلاص ماذا تقول في الرجل الذي بعد به إذا كان محمد معه طبعا محمد رسول محمد أيوة لا خلاص النور
كل وهم سارق، وهم في نهاية المطاف كذب على مستوى عالي. وقد سبق الحديث في مقام الملائكة بالأدلة والبراهين من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لسه ما زلنا نواصل الحديث معك. ذكر لنا الشيخ أحمد الطيب المختار مرة قال عرجت روحي البارحة إلى السماء السابعة. هذا أحمد الطيب كده ومبارك اليوم تعرفوا الروح متعددي مرقت مني مشت فوق السماء. وبعدين فوجدت سيدنا موسى عليه السلام قال فوجدت سيدنا موسى هناك وأتيت منه بهذه العصا وهي من سلم وجدناها بيده وأمرنا بالتبرك بها ولا يضعها أحد على ظهره إلا وقد ولد له ولد وإن كان عقيما. طلع فوق في السماء السابعة. ده الوقت اللي انت بتتكلم يا ولدنا بحياتنا ده كله. فممكن يقول لك انا مؤلف كتب بينها عمر الدولري انا بألف كتب يا اخي معي عاقل ممكن ألف كتب. الكتب فيها يقول كلام مش الكلام يا ايه الكتب على النظر ده يقول بقى الروح انه روحه طلعت فوق. قال شيخه احمد طيب وهو مصدق هذا وقرر على كتاب انه السنه تابعه ولقى موسى عنده عصايه وجاب ناس منه اظنه كمان قلع منه قلع من موسى. قال له قال موسى هات العصايه دي اي عاقل داير الثلج بس كنت تابع معها كده تبتلي طوال دجل شعوذه استخفاف بعقول امه محمد صلى الله عليه وسلم. المقام ما يحتاج الى تعليق واطاله ويكفي بالنسبه للعاقل ان يبقى ان هذا من جنس الباطل. بيتكلم لسه في الكتاب بتاعه في الصفحه رقم 18 كتاب الروح قال وقد روي كل كتب في ذلك ان سيدي الشيخ عبد المحمود نور الدائم لم ينم 40 عام وكذلك الشيخ قريب الله والشيخ الفاضل 40 سنه معه. ده كلام ما ناموا ليلة دار على الذات. والله لو عندك بلاد خلي مش بتقلب لك العمر 40 سنه فضل انت كده مجنون. بتقدم على ابو واحد ثاني 40 سنه ما نام كان متابعه. عرفتوا كيف 40 سنه معناه ابو واحد ثاني برضه 40 سنه كان صايم معه كده ومعلق فيه انه شافه ما نام. والقرآن بيقول ومن آياته منامكم النوم ده ذاته والله قال هو آية من آياته والآيات دي ما بتتغير دي سنن كونية لن تتبدل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار واضطراركم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أما أنا فأقوم الليل والأنام والثاني قال ومنها من كراماتهم كلام عن كرامات الشيخ قال ومنها ما قال الشيخ محمد بن الحاج النور البرياري كبار قال وكنت في عهد الشيخ أحمد الطيب إذا حملت ثيابه إلى البحر لغسلها فإني أسمع أمواج البحر بالأذن الظاهرة تقول لي دع لنا ثياب الشيخ نغسلها. البحر منهم لا الشيخ غسلها قال البحر يقول لها ثياب تعرف صوتك كيف؟ هي ندك الصفحة اللي هي الصفحة رقم 22 وما يحتاج تعليق يعني هذا سخف واضح واستخفاف واضح. البروف عنده كتاب ثاني يهمنا أن نقف مع بعض صفحاته وأن نناقش هذا في صفحة رقم 183 من الكتاب. هذا كتاب اسمه استبقونه يمكن آخر مؤلفات البروف دي صورته اللي جايه وفيها سيرته الذاتيه. ففي الصفحه رقم 183 يوجه البروف سؤالا ويجيب عليه
والسؤال سؤال يعني لا يسأله عاقل، والله الذي لا إله إلا هو لا يصدر سؤال من عاقل. طيب يقول في السؤال: هل في إمكان الولي أن يخرج بنفسه من القبر ليقضي للناس حوائجهم؟ وعمل الاستفهام. حتى لو زول سأل سؤال زي ده زول نصيح؟ زول قال: هل في إمكان الولي مش حي ده ترى خليه بعد دفنوه قال: هل في إمكان الولي أن يخرج من القبر لقضاء حوائج الناس ويرجع تاني؟ هل يمكن؟ الجواب قال: يجوز للولي أن يخرج من القبر لقضاء حوائج الناس. يخرج كيف؟ هنا وصل مدام بيقضي حوائج الناس. في سؤال مطروح للسمانية ومطروح للجروح أول. مدام هو أصله بيقضي حوائج الناس دافنينه ليه؟ أنا دارع زول بيقضي حاجات زي دي دافنين هذا رجل جريمة. احنا عندنا هذا جريمة كونك تدفنه وزول بيقضي الحوائج ما ينبغي أن يدفن. بعدين يؤتى إليه ويطلب منه أن يقضي الحوائج ويمرض معاه يقضي لك الحوائج ويرجع تاني. أنت كده شكل عقلك شوية. إذا سلمنا جدلا بهذا الكلام، إذا اتفقنا جدلا مع الموقف هذا الكلام كده شكل عقلك شوية، هل يعقل إنه زول دفن في القبر جوا في الشبر ده واللي قلت مرة يمرض معقول يرجع تاني؟ والله لا يطلعها اي رشة يزور تاني برجع ياكل له ينقر وياكل له شاورما يرجع تاني. الكلام فيه نوع من الغباء والاستخفاف بعقول أمة الإسلام ما بعض استخفاف. ولو تبعنا نحن هذا الكلام شوف الموضوع بتاع الطرق ده، الموضوع بتاع الناس ده الطرق الموضوع طويل، ولولا دي انا مليت الاستخفاف كلام كثير جدا. ولكن انا اعتقد ان ما ذكر يكفي لمن كان له قلب او القى السمع هو شهيد. وبهذا نكتفي ونلتقي اذا بدا الله سبحانه وتعالى في الاجال مع طريقه القادريه والختميه كآخر يعني طريقتين في توثيقنا لحقوق الصوفيه. هذا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن الله خلق تعالى